حبايبنا في تانية ثانوي خلصنا الوحدة الأولى. ركز بقى معايا عشان هنبدأ الوحدة التانية. الوحدة التانية بتتكلم عن نظريات التعلم. هم 4 نظريات. أول نظرية اسمها التعلم الشرطي الكلاسيكي. رقم 2 المحاولة والخطأ. رقم 3 الفهم والاستبصار. رقم 4 تجهيز المعلومات. تعال نبدأ بأول نظرية اسمها التعلم الشرطي الكلاسيكي. أول نظرية عندي اسمها التعلم الشرطي الكلاسيكي بتاعت إيفان بافلوف. واحد اسمه بافلوف. طيب تعال احكي لك الموضوع ببساطة. بافلوف كان بيربي كلب عنده في البيت، فهو داخل عشان يأكل الكلب أول ما بيشوف الأكل بينزل اللعاب المية اللي بتنزل من بوق الكلب. في تاني مرة وهو داخل عشان يأكل الكلب راح مرن الجرس، وبعد كده قام مقدم الأكل فالكلب برضه نزل لعاب. في تالت مرة رن الجرس وقدم الأكل فالكلب برضه نزل لعاب. بقى كل مرة يرن الجرس ويقدم الأكل، يرن الجرس ويقدم الأكل. الكلب اتعلم إيه بقى؟ إن هو أول ما يسمع صوت الجرس هينزل لعاب. دي التجربة ببساطة. أهم حاجة عندي في التجربة دي مفاهيم النظرية. تعالى كده ناخد 4 مفاهيم مهمين جدا. تعالى بقى نتكلم عن تعريفات النظرية. عندي 5 تعريفات مهمين. أول حاجة مثير طبيعي. رقم 2 مثير محايد. رقم 3 مثير شرطي. بعد كده عندي استجابة شرطية، استجابة طبيعية. تعال نفهم في الأول يعني إيه كلمة مثير. كلمة مثير معناها حاجة بتشد انتباهي، حاجة بتحرك انتباهي. زي مثلا في التجربة بتاعتي الطعام ده اسمه مثير طبيعي. وخلي بالك إن المثير الطبيعي حاجة فطرية، حاجة فطرية، يبقى اسمه إيه؟ اسمه مثير طبيعي. يعني مثلا دلوقتي إن الإنسان يشوف أكل ده اسمه مثير طبيعي. طيب يعني إيه كلمة مثير محايد؟ المثير المحايد صوت الجرس. إمتى؟ قال لي في البداية. صوت الجرس في البداية لأول مرة كان اسمه مثير محايد. صوت الجرس لأول مرة اسمه مثير محايد. يبقى الطعام ده اسمه مثير طبيعي. أما صوت الجرس لأول مرة اسمه مثير محايد. المثير الشرطي هو صوت الجرس برضه، بس بعد ارتباطه بالطعام. بعد ما ارتبط بالطعام بقى اسمه مثير شرطي. يعني لو سألني في السؤال صوت الجرس في البداية اسمه ايه؟ مثير محايد. طب صوت الجرس لما اتكرر كذا مرة بقى اسمه مثير شرطي. طب استجابة طبيعية. كلمة استجابة طبيعية اللي هي سيلان اللعاب نتيجة المثير الطبيعي اللي هو الطعام. سيلان اللعاب نتيجة الطعام. لما الكلب أول ما شاف الأكل نزل لعاب، ده كده اسمه استجابة طبيعية. سيلان اللعاب اسمها استجابة طبيعية. طب الاستجابة الشرطية هي برضو سيلان اللعاب، بس امتى؟ من صوت الجرس. في آخر مرة خالص لما الكلب سمع الجرس فنزل لعاب، دي اسمها استجابة شرطية. تعال أخد لك الموضوع ببساطة. بص كده معايا. المثير الطبيعي يؤدي إلى استجابة طبيعية. استجابة طبيعية. المثير الطبيعي اللي هو الطعام يؤدي إلى استجابة طبيعية اللي هي سيلان اللعاب. فعندي مثير طبيعي اللي هو الطعام يؤدي إلى استجابة طبيعية اللي هي سيلان اللعاب. اسمها استجابة طبيعية. يبقى الطعام ده مثير طبيعي أدى لاستجابة طبيعية اللي هي سيلان اللعاب. تعال نتكلم عن المثير الشرطي. المثير الشرطي يؤدي إلى استجابة شرطية. فين المثير الشرطي؟ صوت الجرس اسمه مثير شرطي. الجرس اسمه مثير شرطي. طب يؤدي إلى سيلان اللعاب.
يبقى معنى كده لو سالني على صوت الجرس هختار مثير شرطي. لما اتكرر كذا مره بقى اسمه مثير شرطي. طب ادى الى ايه؟ ادى الى استجابه شرطيه اللي هي سيلان اللعاب. تعال نتكلم عن قوانين النظريه. كم قانون عندي؟ عندي 3 قوانين. قانون اسمه التدعيم. رقم 2 اسمه الانطفاء، قانون الانطفاء. رقم 3 اسمه الاسترجاع التلقائي. فأنا عندي 3 قوانين: التدعيم، الانطفاء، الاسترجاع. يعني ايه اصلا كلمة تدعيم؟ تدعيم معناها تشجيع. كلمة تدعيم معناها تشجيع. ففي حد بيشجعني، يعني بيدعمني. اديك مثال بسيط جدا. لو انت مثلا دلوقتي جبت درجة كويسة في الامتحان، فانا قمت عامل لك شهادة تقدير، ده كده اسمه تدعيم، يعني تشجيع، ان انا بشجعك. يبقى معنى كده التدعيم هو التشجيع. فقال لك تتوقف قدرة المثير الشرطي على إصدار استجابة شرطية على حاجتين. رقم 1 عدد مرات اقترانه، إن أنا بشجعك أكتر من مرة، مش مرة واحدة بس. يعني أنت كل مرة هتجيب درجة كويسة هشجعك. عدد مرات اقترانه بالمثير الشرطي. طب رقم 2 الفاصل الزمني. لازم الفاصل الزمني يكون قليل. يعني أنت أول ما جبت درجة كويسة في الامتحان عملت لك شهادة تقدير، يبقى الفاصل الزمني ما بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي لازم يكون قليل. يبقى تاني، امتى اختار كلمة تدعيم؟ لما يقول لي ان انا بشجعك، بديك مكافأة، بديك جايزة، يبقى اسمه تدعيم. رقم 2 قانون الانطفاء. حصل لي انطفاء. بص بقى معايا، كلمة انطفاء معناها تكرار تقديم المثير الشرطي دون ان يعقبه مثير طبيعي. فبيحصل ايه؟ بيحصل انطفاء. ويعني ايه اصلا كلمة انطفاء؟ معناها اختفاء السلوك. يعني السلوك ده مش هيحصل تاني. اكتب لك جنبها كلمة انطفاء معناها اختفاء السلوك. يعني ايه اصلا كلمة انطفاء؟ كلمة انطفاء معناها اختفاء، يعني السلوك مش هيحصل تاني، مش هعمل السلوك ده تاني. فكلمة انطفاء معناها اختفاء. امتى يحصل انطفاء؟ اديك مثال بسيط جدا. لو انا مثلا اختي الصغيره ماشيه معايا في الشارع وكل شويه تقول لي انا عايزه عصير وانا اطنشها، عايزه عصير انا اطنشها، ايه اللي هيحصل لها؟ مش هتطلب مني حاجه تاني، حصل لها انطفاء. نفس الكلام بالظبط لما تيجي تطلب من بابا انا عايز اروح مثلا اخرج مع اصحابي، كل شويه تطلب منه انا عايز اخرج مع اصحابي، عايز اخرج مع اصحابي، وهو مطنشك خالص، ايه اللي هيحصل؟ مش هطلب منك حاجه تاني، خلاص مش عايز اخرج. يبقى معنى كده حصل لك انطفاء. فالانطفاء هو اختفاء السلوك، ان السلوك ده مش هيحصل تاني. زي بيقول لك ان الطالب الذي يقول انا، كل شويه في طالب بيقول لي انا، يرفع ايديه في الحصه، انا يا مستر، بس انا بطنشه ما بردش عليه. ايه اللي بيحصل للطالب ده؟ مش هيرفع ايده تاني. قال لك هيحدث له انطفاء. طيب، قانون الاسترجاع التلقائي. وكلمه استرجاع تلقائي معناها تقديم المثير الشرطي بعد حدوث انطفاء. لو انت رجعت تقدم المثير الشرطي تاني بعد ما حصل لي انطفاء، ايه اللي بيحصل؟ تظهر الاستجابة الشرطية. ممكن ترجع، ممكن ترجع. رجوع الاستجابة مرة أخرى. هكتب لك جنبها كده. الاستجابة ممكن ترجع تاني، زي مثلا لما قلت لك أختي الصغيرة ماشية معايا وكل شوية تطلب عصير، بس أنا طنشتها، إيه اللي حصل لها؟ حصل لها انطفاء. مش هطلب منك حاجة تاني. بس ممكن في مرة تانية واحنا ماشيين ترجع تاني تطلب مني ان هي تشتري عصير، يبقى معنى كده حصل لها استرجاع، رجوع الاستجابة مرة أخرى. زي الطالب اللي كان كل شوية بيرفع ايده بس أنا بطنشه، حصل له انطفاء. بس ممكن بعد فترة يرجع تاني يرفع ايده. ايه ده؟ هقول لك تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه. يبقى معنى كده حصل له استرجاع تلقائي، ان انت رجعت تعمل حاجة مرة تانية، يبقى رجوع الاستجابة مرة أخرى. تعال بقى نتكلم عن التطبيقات التربوية. التطبيقات التربوية أول واحدة تكوين اتجاهات إيجابية. يعني إيه تكوين اتجاهات إيجابية؟ أنا مثلا عندي طفل صغير وهو ما بيحبش إن هو يروح المدرسة خالص. ساعة ممكن أقول لو رحت المدرسة مثلا هديك شوكولاتة، هجيب لك عصير، بخليه يحب يروح المدرسة. يبقى رقم 1 تكوين اتجاهات إيجابية. طب رقم 2 قال لي تعليم القراءة للأطفال. إزاي؟ إن أنت تربط له الجملة بالصورة.
دايما كتب الاطفال بيبقى فيها صور كتير، ليه؟ عشان يعلموهم بالصور. ان انا مثلا لو كتبت له الف يبقى الف جنبها صوره اسد، ب هتلاقي جنبها صوره بطه، ت هتلاقي جنبها صوره تفاحه. بيعمل ايه؟ بيربط له الكلمه بالصوره. طب رقم 3، تعديل استجابه غير مرغوبه. كلمه غير مرغوبه يعني حاجه وحشه، فالطفل الصغير ده بيعمل حاجه وحشه فانا لازم اعدلها له. زي مثلا دلوقتي اخويا الصغير كل شويه بيشتم، بيقول لفظ مش كويس، عايزين نعدل له اللفظ ده، نعمل معاه ايه؟ نقول له لو انت قلت اللفظ ده تاني هتتعاقب، هيبقى في عقاب. يبقى انت كده عدلت له سلوك غير مرغوب فيه. اخر حاجه، النظريه بتقدم لك تفسيرات حول كيفيه تعلم ردود الافعال الانفعاليه. يعني دايما بتقول لك اسباب السلوك. كلمه تفسيرات تكتب جنبها كده اسباب السلوك. ايه سبب السلوك؟ انت مثلا دلوقتي بتخاف من الاسانسير، طب ايه سبب الخوف من الاسانسير؟ ما بتحبش تركب الاسانسير ليه؟ اصل هو عاتل بيه قبل كده وقعدت فيه ساعتين فكنت خايف جدا. انت مثلا دلوقتي ما بتحبش القطط، اصل في قطه قبل كده عضتني فبقيت اكره القطط. ما بتحبش الكلاب، اصل في كلب قبل كده عضني فما بحبش الكلاب. يبقى معنى كده دي اسمها ايه؟ اسمها اسباب السلوك. النظريه الثانيه اسمها التعلم بالمحاوله الخطا، بتاعت واحد اسمه ادوارد سورندايك. ادوارد سورندايك عمل تجربه على القطه. هيعمل تجربه على القطه. عمل ايه؟ جاب قطه جعانه جدا، حطها في قفص وحط لها الاكل بره القفص، وكان في القفص زي حبل كده، فكانت القطه عشان تخرج من القفص لازم تشد الحبل. فالقطه قعدت تحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما بالصدفه شدت الحبل وخرجت من القفص. فاول مره تقريبا قعدت نص ساعه. المحاوله الثانيه برضه نفس الكلام، قعدت تحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما خرجت من القفص، قعدت ربع ساعه. في المحاوله الثالثه قعدت 10 دقائق. في المحاوله الرابعه قعدت 5 دقائق. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هي كل مره الوقت بيقل. يبقى القطه بتتعلم بالمحاوله والخطا، ان هي تحاول وتغلط. تعالى بقى نتكلم عن قوانين النظريه. كم قانون عندي؟ عندي قانون اسمه التمرين، ده اول قانون اسمه قانون التمرين. رقم 2 قانون الاثر، قانون الاثر. رقم 3 قانون الاستعداد والتهيؤ. اول قانون عندي اسمه قانون التدريب، والتدريب جزئين، يا اما استعمال يا اما اهمال. كلمه استعمال معناها تدريب وممارسه، ان انا بتدرب على حاجه كتير جدا. يعني مثلا دلوقتي كل شويه بتدرب على الكوره، لعب الكوره، كل شويه اروح العب كوره. ايه اللي هيحصل؟ هبقى شاطر جدا فيها، مستواي هيعلى فيها. دي اسمها استعمال، اللي هو تدريب وممارسه. انا كل شويه مثلا اتدرب على السباحه، كل يوم اروح مثلا اتعلم السباحه، يوم واثنين وثلاثه وشهر لحد ما اتعلمت السباحه. يبقى دي اسمها تدريب وممارسه. طيب الجزء الثاني اسمه الاهمال، وكلمه اهمال يعني عدم ممارسه، ما بقتش اروح خالص. يعني مثلا بعد ما اتعلمت الكوره قعدت فتره طويله جدا ما بلعبش كوره، حصل اهمال. وطالما حصل اهمال مستواك بيقل، مستواك بينزل. نفس الكلام برضو كنت بتدرب سباحه بس بقالي فتره طويله جدا ما اتدربتش السباحه، نفس الكلام هيحصل ايه؟ هيحصل ان مستواك هيقل مع الوقت. يبقى ده اسمه اهمال. يبقى في استعمال وفي اهمال. زي انت مثلا كطالب لو انت بتذاكر علم نفس على طول على طول على طول هتلاقي مستواك بيعلى فيها. طب انت ما بقتش تذاكر خالص، مستواك هيقل. قانون الاثر، وكلمه الاثر معناها الشعور بالارتياح او عدم الارتياح. يعني اديك مثال بسيط جدا. انا مثلا رحت السنه اللي فاتت رحله اسكندريه مع اصحابي وكنت مبسوط جدا وراجع مبسوط من الرحله، فحسيت فيها بالارتياح. طب لو انا رحت نفس الرحله دي ولكن انا راجع من الرحله وانا متضايق وانا مخنوق، ما كنتش مبسوط خالص في الرحله، هحس بايه؟ هحس بعدم ارتياح، هقول لا مش هطلع معاهم تاني. يبقى معنى كده ده اسمه الشعور بالارتياح او عدم ارتياح. انت عملت حاجه كويسه هتحس بارتياح، عملت حاجه وحشه هتحس بعدم ارتياح. اديك مثال بسيط جدا. لو انت مثلا ذاكرت ولقيت نفسك جبت مجموع عالي اخر السنه هتحس بارتياح ان انا جايب مجموع عالي. ولكن لو انت مثلا جبت مجموع قليل اخر السنه هتحس بعدم ارتياح. يبقى ده اسمه قانون الاثر. عندي قانون اسمه قانون الاستعداد. قانون الاستعداد وده ليه 3 احتمالات. تعالى بقى ناخدهم مع بعض كده على السبوره بالتفصيل. قانون الاستعداد ليه 3 احتمالات. اول حاجه لو انت مستعد، انت جاي النهارده الحصه وانت مستعد وانت مذاكر كويس جدا، وانا سالتك وعرفت تجاوب على السؤال، ايه اللي هيحصل؟ هتحس بالارتياح. طالما انت جاوبت على السؤال صح هتحس
بالارتياح. يبقى دي رقم واحد، ان انا جاي النهارده مستعد ومذاكر كويس والمستر سالني فانا جاوبت صح فاحس بالارتياح. الحاله الثانيه ان انت مستعد، انت جاي النهارده مستعد ومذاكر كويس جدا، بس للاسف انا ما اديتكش فرصه ان انت تجاوب، خليت حد تاني هو اللي يجاوب. ايه اللي يحصل؟ هتحس بايه؟ هتحس بعدم ارتياح، ان انت بعد ما ذاكرت المدرس ما خلاكش تجاوب فهتحس بعدم ارتياح. الحاله الثالثه ان انت جاي النهارده مش مستعد ومش مذاكر خالص، بس المدرس هيسالك وانت طبعا مش هتعرف تجاوب. ايه اللي هيحصل عندك؟ هتحس بعدم ارتياح، هتحس ان انت مش مرتاح ومتضايق. بسبب ايه؟ ان انا اتسالت بس ما عرفتش اجاوب. يبقى معنى كده هما 3 حالات، الاولى ان انت مستعد، الثانيه مستعد، الثالثه غير مستعد. هنتكلم عن التطبيقات التربويه. ايه هي التطبيقات التربويه؟ 3 حاجات. رقم 1 تشجيع المتعلمين، لازم دايما اشجع الطالب يختار انشطه التعلم، يختار الحاجه اللي هو بيحبها، لان كل طالب لو اختار الحاجه اللي هو بيحبها هيبدع فيها. اخليك تختار الماده اللي انت بتحبها، انت بتحب مثلا فلسفه خليك تختار الفلسفه، بتحب علم نفس خليك تختار علم النفس، يبقى اختار الحاجه اللي انت بتحبها. وده على فكره نظام البكالوريا الجديد، ان هيخليك تختار الماده اللي انت بتحبها. طب رقم 2 ان انا عشان اتعلم اي مهاره يعتمد على الممارسه. يعني ايه الممارسه؟ التمرين، ان انت تعمل حاجه مره واثنين وثلاثه. عايز اتعلم سباحه اروح مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما اتعلم سباحه. عايز اتعلم الكوره اروح مره واثنين وثلاثه لحد ما اتعلم الكوره. يبقى اي حاجه بتتعلمها تعتمد على التدريب. اخر حاجه التهيئه والتمهيد للدرس، لازم امهد للدرس كويس عشان الطالب يفهم الشرح. النظريه الثالثه عندي اسمها الفهم والاستبصار، او بيسموها الجيشتالت. طب مين اللي عمل النظريه دي؟ 3 علماء، كوفكا وكوهلر وفيرتهايمر، عملوا نظريه سموها الفهم والاستبصار. تعال بقى احكي لك الحكايه ببساطه. جابوا قرد جعان جدا وحطوه في القفص، وحطوا الموز اعلى سقف القفص فوق خالص. القرد طبعا عايز يوصل للموز، جعان جدا، فبيبص كده لقى بعض الصناديق جوه القفص، في صناديق جوه القفص، فقام جايب الصناديق وحطها فوق بعض وطلع جاب الموز. دي اول مره. التجربه الثانيه جابوا برضو قرد جعان حطوه في القفص وحطوا له المره دي الموز بره القفص. القفص طبعا متقفل والموز بره القفص، والقرد مش طايل الموز، بس في معاه عصايه جوه القفص. يعمل ايه؟ قام جايب العصايه وقدر ان هو يسحب الموز عشان ياكل. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان القرد وصل للموز من اول مره. تعال بقى نتكلم عن خصائص التعلم بالفهم والاستبصار. اول خاصيه ان القرد يدرك الموقف بشكل كلي. القرد بص لكل حاجه في القفص، بص للموز وبص للصناديق وبص لكل حاجه جوه القفص. طب رقم 2 التعلم بيتم من اول مره، ما عادش يحاول كذا مره، لا ده هو من اول مره وصل للموز، يبقى التعلم يحدث من اول مره. رقم 3 ومن هنا يتضح ان عمليات الفهم وادراك العلاقات من اهم العمليات. دايما اعتمد على الفهم في مواقف التعلم المعقده. لو انت في درس مش عارف تحفظه حاول تفهمه، هيبقى سهل بالنسبه لك. طيب خصائص التعلم. التعلم بيحدث فجأة. يعني ايه فجأة يا مستر؟ يعني من اول مرة، من مرة واحدة، من اول مرة. القرد قدر يجيب الموز من اول مرة، عشان كده التعلم بيتم فجأة. يعني ايه فجأة؟ يعني مش بالتكرار، مش بتقعد تحاول مرة واثنين وثلاثة، لا من اول مرة بتوصل. طب رقم 2 التعلم بيكون خالي من الاخطاء. الحاجة اللي انت فاهمها مش بتغلط فيها. لو الدرس ده انا فاهمه كويس جدا مش هغلط فيه في الامتحان، يبقى التعلم بالفهم خالي من الاخطاء. طب رقم 3 يظل ثابت لفترة طويلة، بيخليه قاعد معاك لفترة طويلة. الدرس اللي انت فاهمه كويس بيقعد معاك فترة طويلة، ممكن شهر، ممكن 2، ممكن 3، بتفضل فاكره لفترة طويلة. رقم 4 يستطيع الفرد تطبيق أنماط التعلم في المواقف المشابهة، وده اسمه انتقال أثر التعلم. يعني انت لو اتعلمت حاجة هنا هتفيدك في حاجة تانية. هديك مثال بسيط جدا. انت مثلا دلوقتي اتعلمت على الموبايل، ده فادك بعد كده ان انت تتعلم على التابلت بسهولة، لان الموبايل شبه التابلت، فالاتنين شبه بعض. رقم 5 التعلم موجود عند كل الكائنات الحية.
اي كائن ربنا خلقه ممكن يتعلم، الانسان ممكن يتعلم والحيوان كمان برضه ممكن يتعلم. اخر حاجه التعلم لا يحدث له انطفاء. تعلم بالفهم لا يحدث له انطفاء. يعني ايه كلمه انطفاء؟ يعني نسيان. كلمه انطفاء اكتب لك جنبها كده نسيان. يعني الحاجه اللي انت اتعلمتها مش هتنساها ابدا، طالما الحاجه دي انت فهمتها كويس مش هتنساها. التطبيقات التربويه. نستفيد من نظريه ان احنا دايما نتعلم عن طريق الفهم وليس الحفظ. الحفظ مش هيجيب نتيجه، حاول تفهم الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك. رقم 2 اعاده تنظيم الخبرات السابقه، يعني ترتب المعلومات بشكل كويس عشان تعرف تفهمها. طب رقم 3 قلل الاستفاده من المعلومات السابقه في المواقف الجديده، يعني اللي انت اتعلمته قبل كده هيفيدك في حاجات جديده، الدرس اللي فات هيساعدني في الدرس الجديد. طب رقم 4 ادراك العلاقات بين عناصر الموقف، معناها ان انا ممكن اربط لك الدرس الاول بالدرس الثاني، يبقى في ربط بين الدروس وبعضها. طب رقم 5 الادراك الكلي، دايما لما تيجي تفهم الدرس افهمه بشكل كلي. لما تيجي تعلم طفل صغير علمه القرايه والكتابه بالطريقه الكليه. يعني ايه يا مستر طريقه كليه؟ بدل ما تعلمه الحروف يعني الف وب وت، لا، انا عايزك تعلمه بالطريقه الكليه. علمه الكلمه على بعضها، يكتب الكلمه كلها على بعضها، دي اسمها الطريقه الكليه، وده طبعا افضل بالنسبه للاطفال. النظريه الرابعه اسمها تجهيز المعلومات، عملها واحد اسمه نورمان. يعني ايه اصلا كلمه تجهيز المعلومات؟ كلمه تجهيز معناها تخزين المعلومات. وقال لك ان ازاي ممكن الانسان يخزن معلومات. عندي 4 عمليات مهمين جدا. اول عمليه اسمها الاستقبال، وكلمه استقبال ان انت قاعد دلوقتي بتستقبل المعلومه، ان انا بستقبل المعلومه. طب رقم 2 ترميز، وكلمه ترميز معناها فهم المعلومه، ان انا فهمتها. طب رقم 3 عندي حاجه اسمها تخزين، ان انا بخزن المعلومه يعني بحفظها. اخر حاجه اسمها استرجاع، ودي وانت قاعد في الامتحان بتحاول تفتكر المعلومه تاني. عندي بعد كده قوانين التعلم. اول قانون اسمه العلاقه السببيه، ان دايما اي حاجه ليها سبب. كلمه علاقه سببيه ان اي حاجه بتحصل ليها سبب. يعني مثلا النهارده انا متضايق وزعلان، طب ايه يا مستر اللي مضايقك؟ ايه اللي مزعلك؟ اكيد في سبب معين. انت مثلا دلوقتي جاي الحصه النهارده متاخر، طب ايه سبب التاخير؟ انت عايز تذاكر عشان تنجح وتجيب مجموعه لاخر السنه، يبقى ده اسمه سبب، ان انت بتذاكر عشان تنجح. قانون التعلم السببي ليه جزئين. الجزء الاول بيتعلق بالنتائج المرغوب فيها، يعني بعمل حاجه حلوه، بعمل حاجه كويسه. الجزء الثاني يتعلق بالنتائج الغير مرغوب فيها، يعني بعمل حاجه وحشه. لو انت بتعمل حاجه كويسه ولقيت النتيجه حلوه بالنسبه لك، انت بتكررها تاني. لو انت مثلا بتلعب رياضه والموضوع ده جاب معاك نتيجه كويسه، انت هتكرر الموضوع ده تاني. اما لو انت مثلا بتشرب سجاير وحسيت ان صحتك خلاص بتضيع، انت هتحاول ان انت تبعد عن السجاير باي طريقه. دي اسمها نتائج غير مرغوب فيها، بتعمل الحاجه الحلوه وبتبعد عن الحاجه الوحشه. اخر قانون عندي اسمه قانون التغذيه الراجعه، وكلمه تغذيه راجعه معناها ان انت بتخزن معلومات عشان تسترجعها تاني وقت ما تحتاجها. تاني، كلمه تغذيه معناها ان انا بخزن معلومات عشان في الاخر انا محتاجها. واسترجاع المعلومات استرجاع المعلومات عند الحاجه اليها. ان انت مثلا دلوقتي ولكن مخزن معلومات عن علم النفس، عارف معلومات عن علم النفس، طيب ما انت محتاجها يوم الامتحان فبتحاول ان انت تفتكرها تاني. ده اسمه قانون التغذيه الراجعه، ان انت بتخزن معلومات عشان وقت الامتحان تقدر تفتكرها. يشير الى ان ناتج اي عمل تؤديه او فعل تفعله يوفر لك كم من المعلومات. يبقى عندك معلومات اهم حاجه. طب ليه يبقى عندي معلومات؟ عشان تسترجعها وقت الحاجه اليها، ان انا افتكرها تاني وقت ما احتاجها. اخر حاجه عندي التطبيقات التربويه. رقم 1 السلوك الانساني ينتج من تفاعل الظروف الحاليه وذكريات الخبره السابقه. في تفاعل دايما بين الظروف الحاليه والذكريات السابقه. يعني ايه الكلام ده؟ انت مثلا دلوقتي بتكره الرياضه، احنا في الوقت الحالي انت بتكره الرياضه، فاقول لك ليه بتكره الرياضه؟ اصل يا مستر كان زمان في مدرس كل شويه بيضربني فكرهني في الرياضه. يبقى معنى كده السلوك بتاع دلوقتي بيأثر عليه ذكريات سابقه. طب رقم 2 الاعتماد على التكرار اللفظي، بس امتى؟ في المراحل العمريه الاولى. الطالب الصغير اللي لسه في ابتدائي لازم المدرس يعتمد معاه على التكرار.
كل شويه يكرر الكلمه عشان يحفظها. يبقى معنى كده ايه؟ بيعتمد على التكرار. التعلم المبني على المعنى اكثر دواما. بس خلي بالك في الاخر برضو ان انت لازم تفهم كويس، مش تكرر كده وخلاص، لا لازم برضو تفهم، لان التعلم المبني على الفهم اكثر دواما هو اللي بيستمر معاك. الاهتمام بالانتقال الايجابي لاثر التعلم معناه ان انا اطبق في الواقع. هكتب لك جنبها كده التطبيق في الواقع. التطبيق في الواقع ان انت الحاجه اللي اتعلمتها روح طبقها في الواقع. اتعلمت انجليزي اروح اطبقه في الواقع، احاول اتكلم مع اخويا الكبير مثلا انجليزي، يبقى معنى كده بطبقه في الواقع. اتعلمت مثلا معادله كيميائيه انزل المعمل اعملها في الواقع، يبقى دي اسمها انتقال ايجابي لاثر التعلم. عندي بعد كده ان النظريه تشبه تكنولوجيا الكمبيوتر. النظريه دي شبه الكمبيوتر قوي. طب ليه؟ لان الانسان بيخزن معلومات، الكمبيوتر برضو بيعرف يخزن معلومات، فالنظريه شبه الكمبيوتر. اخر حاجه لازم اهتم بنشاط المتعلم. يعني ايه؟ يعني الطالب اللي معايا لازم يبذل مجهود، انا لوحدي مش هعرف اعمل كل حاجه، لازم انت كمان تبذل مجهود. كده خلصنا الدرس الاول نظريه التعلم. الدرس الثاني اسمه مبادئ التعلم الجيد، وكلمه مبادئ معناها قواعد لازم نمشي عليها عشان نعرف نتعلم صح. اول حاجه عندي اسمها الدافعيه والتعلم، وكلمه دافع لازم يكون عندك هدف عايز توصل له. الهدف لازم يكون عندك رغبه، لازم يكون عندك قوه داخليه. لما اقول لك انت عندك دافع يعني قوه داخليه بتحركك. عايز اجيب مجموعه لاخر السنه، عايز اخش كليه ألسن، عايز اخش كليه اعلام، عندي رغبه ان انا اتعلم واذاكر، يبقى دي اسمها دافعيه وتعلم. ان الطالب لازم يكون عنده رغبه. عشان كده قال لك ان الفرق بين الانسان والحيوان ان انت يكون عندك دوافع اجتماعيه، وكلمه دوافع اجتماعيه معناها الانجاز، ان انت عايز تجيب مجموع عالي. الحاجه الى التقدير، ان انت عايز المجتمع كله يقدرك يحترمك، الناس كلها تحترمك. يبقى اللي بيفرق الانسان عن الحيوان ان الانسان عنده هدف عايز يوصل له. التعزيز والتعلم، كلمه تعزيز معناها تشجيع، والتعزيز نوعين، يا اما يكون ايجابي يا اما يكون سلبي. التعزيز يا اما يكون ايجابي يا اما يكون سلبي. يعني ايه كلمه ايجابي؟ ايجابي يعني حاجه كويسه، انها مثلا بديك مكافاه، هكتب لك جنبها كده مكافاه. انها بديك مكافاه، بديك شهاده تقدير، جبت درجه كويسه في الامتحان اديتك شهاده تقدير، اديتك شوكولاتايه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها تعزيز ايجابي. طب السلبي؟ السلبي ان انا بعاقبك عقاب، ان انت جبت درجه وحشه في الامتحان فانا عاقبتك، يبقى معنى كده اسمه ايه؟ اسمه تعزيز سلبي. ماما مثلا لما انت ما بتذاكرش تبقى قاعد ما بتذاكرش تقوم واخده منك الموبايل بتاعك، ده اسمه تعزيز سلبي. الممارسه حاجتين، يا اما تكون موزعه يا اما تكون مركزه. يعني ايه يا مستر موزعه؟ المذاكره بتاعتك على فترات، ان انت بتذاكر شويه وبتريح شويه. بذاكر ساعه اريح 10 دقائق، اذاكر ساعه اريح ربع ساعه، يبقى دي اسمها ممارسه موزعه. طب يعني ايه كلمه مركزه؟ مركزه ان انت بتذاكر على طول من غير ما تاخد راحه، بتذاكر 3 4 ساعات ورا بعض من غير ما تاخد راحه، دي اسمها مركزه. الدور الايجابي، الدور الايجابي ان الطالب لازم يبذل مجهود، الطالب لازم يبذل مجهود، ده اسمه الدور الايجابي. ما تبقاش قاعد في الحصه مش عايز تشارك مع المدرس، لا لازم تقعد في الحصه مركز كويس وعايز تجاوب وعايز تحل اسئله، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بذل مجهود. ان انا بشارك في الحصه، ان انا مثلا دلوقتي بروح البيت اقعد احل الواجب بتاعي، ان انا بحل اسئله كتير، بحل امتحانات كتير، يبقى معنى كده اسمه ايه؟ اسمه دور ايجابي للمتعلم. اخر حاجه عندي قابليه التعلم للانتقال، وكلمه قابليه التعلم للانتقال معناها تعلم موضوع معين هيفيدك في موضوع اخر. اتعلمت موضوع قبل كده هيفيدني في الموضوع الجديد، الدرس اللي فات هيفيدني في الدرس الجديد، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قابليه التعلم للانتقال. خدت درس في الجغرافيا فادني في درس في التاريخ، دي اسمها قابليه التعلم للانتقال. تعالى بقى نتكلم عن اسس الاستذكار الفعال. كم حاجه؟ 4 حاجات. رقم 1 الانتباه. يعني ايه كلمه انتباه؟ كلمه الانتباه معناها التركيز. عشان تكون مركز لازم يكون عندك وقت معين للمذاكره، ولازم يكون عندك مكان معين للمذاكره. اقعد في مكان معين على المكتب مثلا بتاعي واقعد اذاكر. نفس الكلام برضو حدد وقت معين للمذاكره.
هذاكر النهارده الساعه 9 بالليل، يبقى 9 تكون انت جاهز عشان تذاكر. هذاكر النهارده مثلا الساعه 7 الصبح، يبقى انت تصحى الصبح عشان تذاكر. يبقى معنى كده تحدد وقت معين للمذاكره. وعندي كمان اتدرب على المذاكره في الظروف المتغيره. يعني انت مثلا دلوقتي عود نفسك ان انت تذاكر في الهدوء، وبرضه عود نفسك ان انت تذاكر في الدوشه. جاهز مثلا يوم الامتحان يبقى في جنبكم دوشه، يبقى في مثلا جنبكم فرح، يبقى انت لازم تذاكر في اي ظروف. التخلص من المشكلات النفسيه، لو عندك اي مشكله نفسيه، عندك اكتئاب، عندك توتر، عندك خنقه، لا اركني ده كله على جنب وحاولي تركزي في المذاكره. زياده الرغبه في الاستذكار معناها ان انت عشان تذاكر لازم يكون عندك 3 حاجات. اول حاجه التفكير في الاهداف، لازم تفكر نفسك دايما بالهدف. انا عندي هدف عايز اوصل له، يبقى انا دايما بفكر نفسي بالهدف عشان لما احس باحباط افتكر الهدف بتاعي. لا انا عايز مثلا اجيب مجموع عالي، عايز اخش كليه كويسه، يبقى انا دايما افكر نفسي بالهدف. طب رقم 2 التنافس مع الذات. التنافس مع الذات، في ناس مثلا بتحب تتنافس مع اصحابها، ده كويس جدا، بس احسن تنافس بالنسبه لي ان انت تنافس نفسك، ان انت تتحدى نفسك. انت مش محتاج ان انت تغلب حد، محتاج كل مره توصل لمرحله تغلب فيها نفسك عشان توصل اللي بعدها. ده اسمه تنافس مع الذات. ان انا مثلا كنت الحصه اللي فاتت وحش، لا الحصه اللي جايه ان شاء الله هجيب درجه كويسه، يبقى معنى كده انت بتتنافس مع الذات، مع نفسك. تخصيص وقت معين للانتهاء من المذاكره، حدد لنفسك وقت عشان تخلص فيه مذاكره. يعني مثلا النهارده هذاكر الدرس الاول، يبقى خلال ساعه ان شاء الله اكون مخلص الدرس الاول، يبقى انت كده محدد لنفسك وقت. المشاركه النشطه معناها ان انا ببذل مجهود، ودي زيها زي الدور الايجابي للمتعلم اللي احنا خدناه قبل كده. المشاركه النشطه ان انا ابذل مجهود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تراجع كل شويه، المراجعه مهمه جدا، وبالذات دلوقتي ان انت لازم تراجع الدروس القديمه عشان نسيتها. طب رقم 2 تدوين المذكرات، وكلمه مذكرات معناها ملاحظات. دون الاسئله بتاعتك المهمه، دون الملاحظات، اكتب ملخصات، ده كله هيساعدك في المذاكره. اخر حاجه القراءه الجيده. في طرق للقراءه الجيده. اول حاجه استعراض الماده استعراضا عاما، يعني دايما لما تيجي تقرا الدرس اقراه بشكل كلي، اقرا الدرس كله على بعضه، ما تقراش جزء وتسيب الجزء الثاني، لا لازم تقرا الدرس كله على بعضه. طب رقم 2 اربط المعلومات الجديده بالمعلومات القديمه، المعلومه اللي انا خدتها مثلا الحصه اللي فاتت بالمعلومه اللي انا خدتها النهارده، يبقى انت بتربط الدرس ببعضه. البحث عن المبادئ العامه، كلمه مبادئ معناها عناوين رئيسيه. كلمه مبادئ معناها عناوين رئيسيه. دايما ركز في العناوين الرئيسيه، دايما وانت بتذاكر لازم تركز على العناوين الرئيسيه. عنوان الدرس الرئيسي بيبقى فيه برضو كلام كده مكتوب بالخط العريض، لازم تركز فيه قوي. استخدام العادات الجيده للقراءه، في ناس مثلا بتحب تذاكر وهي لابسه النضاره بتاعتها، نضاره القرايه بتاعتها، ده حلو جدا. وانت دايما وانت بتذاكر خلي المذكره قدام عينيك، ما تخليهاش بعيده عن عينيك، يبقى دي اسمها عادات جيده للقراءه. كده احنا الحمد لله خلصنا مع بعض شرح المنهج كله، شرحت علم النفس كله، الوحده الاولى والوحده الثانيه. ان شاء الله استنونا في مراجعه ليله الامتحان.